هتعمل ايه يا شقيق لو فتحت باب بيتكم لقيت موبايل فيه كل حياتك من وانت عيل صغير لحد اللحظة اللي انت فيها دي؟ الخيال اهم من المعرفة. افتكر الجملة دي كويس عشان هنحتاجها في اخر الحلقة. ده سمير عليوة، رئيس قسم الائتمان في بنك استثماري كبير. سمير نموذج مثالي للموظف المحترم، رول موديل موظف. وطبعا انت عارف يا شقيق انك بمجرد ما بتلاقي الوظيفة المناسبة بتتجوز وتخلف، وبمجرد ما بتتجوز بتنسى أحلامك وهواياتك اللي كانت طول الوقت بتخلي فيه معنى ليومك. سمير على الرغم إن حياة الموظفين سلبت منه كل شيء هو بيحبه، إلا إنه قدر يتمسك بهواية واحدة بس، وهي جمع الجرايد القديمة والاحتفاظ بيها. هواية غريبة شوية بس هنحتاجها برضه في الآخر. سمير عليوة رايح البنك في يوم لا بيه ولا عليه، وقالوا له الاتش ار عاوزك. طبعا انت عارف الاتش ار مش هيعوزك غير في كل ما هو موت وخراب ديار. وبالفعل لأسباب لا يعلمها سمير، إدارة البنك قررت تستغنى عن خدماته. سمير أول حاجة فكر فيها ساعتها هي مهتاب مراته اللي طلباتها كتير قوي. سمير ساعتها مش هيلاقي حد يروح يتكلم معاه ويحكي له غير أمه اللي ما بيخبيش عليها حاجة، وأمه ما كانتش بتقول له أي حاجة غير إنها بتفكره بالبينج بونج. البينج بونج اللي كان بيحبه لدرجة إنه هيخش يعيط في الحمام ويقفل على نفسه لو ما راحش التمرين. وطبعا سمير مش شايل هم حاجة غير ازاي هيلبي احتياجات مهتاب وعياله الاتنين، لحد ما بيحصل البلوت تويست ده. الأصليين بيختاروا سمير عليوة عشان يشتغل معاهم. مين هم الأصليين يا شقيق؟ هقولك. سمير بعد ما بيكتشف ان في حد عارف عنه كل حاجة من وهو عيل صغير وبيراقبه بالطريقة اللي مصور لحظاته مع مراته في ليلة الدخلة، بيراقبه بالطريقة اللي عارف فيها انه ما بيحبش الجزر مع البسلة، كل ده واكتر بيخليه يخضع لرشدي أباظة المسؤول عن توظيف سمير وتكليفه بمهامه الوظيفية الجديدة. بس في حاجة هنا عاوزك تاخد بالك منها يا شقيق. رشدي عشان يقنع سمير ان مفيش حد ما بيتراقبش وكلنا متراقبين، بدأ يقول له ان ربنا سبحانه وتعالى مسخر لكل واحد فينا ملكين يراقبوه من اول لحظة في حياته لاخر لحظة. بدأ يقول له احنا اهدافنا نحافظ على الارض الطاهرة، نحافظ عليها من الزوال والدمار. وبدأ يكلمه عن ابناء سيدنا آدم، قابيل وهابيل، وليه قابيل قتل هابيل. بدأ يأكد له إن اللي أنت هتعمله ده عمل إنساني هيفيد الوطن والبشرية بأجمعها، عمل هيخليك بطل يا سمسم. رشدي كان كل مرة بيقابل فيها سمير بيقابله في مكان تاريخي خالي من الحداثة، مكان ليه علاقة بالتراث وليه علاقة بحضارتنا، وهتفهم ده بعدين. سمير بيصدق إنه هيكون بطل لدرجة إنه بيقول لبنته مش نفسك تشوفي بابي بطل؟ وطبعا بنته بتستهزأ بيه، ومهتاب بتضغط عليه بفلوس عملية التكميم. وسمير ما بيلاقيش قدامه غير حل واحد، هو انه يقبل بعرض رشدي أباظة. وعرض رشدي كان سخي وبسيط جدا، هو سوريا جلال. هتتجسس على سوريا، هتسمعها بعناية وهتتفرج على حياتها بكل وضوح وتركيز، وتسجل وتأيد كل شيء. سمير لما بيسأله ليه سوريا جلال، قال له مفيش يا سيدي، دي بنت كده عملت ماجستير في تطور منحنى الحضارات الإنسانية. كلام فارغ من بتاع الخواجات، واحنا عاوزين نحطها تحت عينينا. سمير بيراقب سوريا جلال وبيتفاجئ بالبني ادم اللي قدامه، بنت مثقفه جميله بترقص وبتحب الحياه، عندها احلام وطموحات. سمير لما بيسمع مذكرات سوريا جلال اللي هي بتحكي فيها عن نفسها مع نفسها، بيكتشف انه قدام انسانه حقيقيه، انسانه طول الوقت بتفكر في الحاجه وعكسها، بتميل للخير وبتميل للشر، بتميل للندم وبتميل للمثاليه، بتميل للحب وبتميل للكره. سمير بعقلية الموظف اللي عايش بيها عمره كله بيتخض، هو أنا قدام بني آدمة بتحكي في كل ده مع نفسها وبتفكر فيه كمان؟ تفتكر يا شقيق لو حد بيسمعك وانت بتتكلم مع نفسك زي سوريا جلال هيقول عليك ايه؟ المهم سمير بيلاحظ ان الشاب اللي بتحبه سوريا جلال بيخونها، وبيلاحظ ان سوريا مهتمة بنوع نبات معين عاوزة تشتريه من راجل في الصعيد، والنبات ده هي استخرجته من منطقة فرعونية، وبتقول ان النبات ده لو اثبتت صحة دراستها فيه العالم كله هيبقى عاوز يشتريه. سمير لما بيحكي لرشدي أباظة عن اللي شافه وسمعه كان متخيل ان رشدي هيتخض جدا من موضوع النبات وهيتشد وهيحس انه ادى مهمته، لكن بيتفاجئ ان رشدي بيقول له لحظة كده يا سمير، انت قلت ايه؟ سوريا جلال حبيبها بيخونها؟ انت عارف ان دي اهم حاجة انت قلتها يا سمرة؟ قال له دي اهم حاجة؟ رشدي قال له طبعا، اللي بيحبه ما بيطولش يا سمير، بيبقى جواه طاقة غضب عاوز يطلعها ويفكرها، وممكن جدا خياله يصور له انه يخرجها في مجتمع وفي وطن فيغير لنا النظام اللي احنا عاملينه. رشدي بيقول له استمر في مراقبتك لسوريا جلال، واوعى يا سمير تقابل سوريا جلال، انت عارف ان ممنوع المراقب يقابل اللي بيراقبه، دي من
آداب المهنة. سمير كل ما بيعرف عن حياة سوريا جلال بيبقى نفسه يشوفها، نفسه يتعرف عليها، لحد ما في لحظة كبت وظيفي لسمير قرر انه يشغل خياله وما يكتفيش باللي هو عارفه ويروح يحضر محاضرة لايف لسوريا جلال. طبعا رشدي بيعرف وبيستاء جدا وبيعاقب سمير وبيرسم له تاتو على ظهره باسم بهية. طب ليه بهية؟ قال له بهية هي الست المكافحة اللي وقفت ورا ياسين البطل ضد الباشا الإقطاعي الظالم اللي قتل ياسين الفارس ظلم وافتراء. ومن ساعتها أهل البلد كلها بتغني وبتقول يا بهية خبريني على اللي قتل ياسين. سمير بيقول له هو أنا إزاي معاكم وبتراقب؟ رشدي قال له مفيش حد ما بيتراقبش. وبعدين قبل ما تبقى مهتم بحياة سوريا جلال كده وعاوز تقرب منها، ما تشوف مراتك وعيالك بيعملوا ايه، أسرتك يا سمسم. وهنا بتيجي الصدمة الحضارية لسمير. سمير بيكتشف ان مهتاب اللي هو عايش عشان يكفي طلباتها ومش عارف، شبه بتخونه مع دكتور التخسيس بتاعها. ومش بس كده، دي بتحكي له عن كل شيء عنه. سمير بيسمع شتيمة ابنه ليه مع صاحبه وقد ايه هو مستقل بيه. سمير بيشوف بعينه بنته وهي بتكلم شاب غريب عنها وبتبعت له صورها كمان. منطقة سمير الأمنة أو اللي كان فاكر إنها أمنة اكتشف إنها حقل ألغام، وإنه طول الوقت ده عمره كله راح على مفيش. سمير بيتخنق وما بيلاقيش منفذ واحد يقدر يتنفس منه غير محاضرة سوريا جلال. فاكر النبات اللي حكيت لك عنه في الأول؟ النبات ده هو زهرة اللوتس. النبات ده ارتبط بحضارة الفراعنة طول 7000 سنة حضارة. نبات اللوتس كان بيساعد المصري القديم على الخيال. أيوة يا شقيق، الخيال هو اللي خلى المصري القديم يبني حضارة العالم كله لحد النهاردة بينبهر بيها وبإنجازاتها. الخيال هو اللي خلى المصري القديم يقدم للبشرية كلها حاجة اسمها الضمير. الضمير اللي اتجسد في قانون الإله ماعد. ولكن لما الرومان احتلوا مصر وحاولوا يقضوا على حضارتها زي أي مستعمر ومحتل بيعمل في البلد اللي بيحتلها، ما لقوش غير حل واحد: يجرفوا نبات اللوتس ويحرقوا كل نبتة أو زهرة بتساعد المصري القديم على إنه بس يشغل خياله. والرومان نجحوا في ده. لحد النهارده مراقبينك من غير ما تحس، شغلينك عن عيلتك وحاطينك في بابل من غير ما تحس، معطلين دماغك وبيتحكموا في بتحب ايه وما بتحبش ايه من غير ما تحس. عرفت بقى يا شقيق مين هم الأصليين وليه مش عاوزينك تشغل خيالك؟ وليه أي حد زي سوريا جلال لما هيحاول يشغل خياله هيركزوا معاه قوي لحد ما يوقعوه؟ فاكر حكاية بهية وهواية جمع الجرايد اللي كلمتك عنهم في أول الحلقة؟ سمير بعد الصدمة الحضارية في مراته وعياله قرر يشغل خياله ويدور على أصل حكاية بهية اللي ملهاش أي أثر على مراكز البحث. بس لما هيدور في أرشيف جرايد مصر سنة 1919 هيكتشف الحقيقة المرة، هي إن بهية طلعت شمال وياسين طلع بلطجي. صدمة سمير في بهية وياسين ما كانتش هي الأخيرة، لا، الصدمة الأكبر لما جات له مكالمة بتقيم مدى جودة الخدمة اللي بيقدمها له مجتمع الأصليين وبيعتذروا له عن اللي عملوا معاه رشدي أباظة. وكانت الصدمة في إن رشدي هو كمان طلع متراقب. سمير لأول مرة بعد سنين طويلة من الوظيفة وتخدير الدماغ ورا طلبات الحياة اللي ما بتخلصش قرر يشغل خياله ويروح يعيش في الأرض اللي أبوه سابها له في الصحراء، بعيد عن كل شيء له علاقة بالتكنولوجيا، عزلة تامة عن فقاعة الدوت كوم. وبعد 3 سنين بالصدفة البحتة بيقابل سمير الست اللي شجعته إنه يشغل خياله ويفكر، سوريا جلال، ويتعرفوا على بعض المرة دي. لكن تصميما من المؤلف أحمد مراد والمخرج مروان حامد إن مفيش هروب ولا مفر من اللي بيحصل، بيظهر لك رشدي أباظة في نفس المكان اللي فيه سمير وسوريا. فيلم الأصليين يا شقيق هو مش فيلم مثير للمتعة ولا حتى مثير للتأمل، لأ، هو مثير للأرق ودعوة ليك إنك تشغل خيالك. تخيل فعلا لو فرضية الفيلم دي حقيقية وإنت قررت في يوم من الأيام تشغل خيالك، إيه اللي هيحصل؟ سلام يا شقيق.